متزوجين من 20 سنة، شوف، قرروا يصيفون على البحر بنفس الفندق اللي قضوا فيه شهر العسل ايام زواجهم. لكن الزوجة كانت مشغولة، فاتفقت مع زوجها انه يسافر الحالة يعني، وهي تلحقه بعد يومين. وصل الزوج الفندق ودخلوا الغرفة، لقى كمبيوتر بالغرفة وموصل بالانترنت، فقال خلني ارسل ايميل حق زوجتي واطمنها على حالي يعني. بعد ما كتب رسالة وهو بيكتب عنوان البريد الالكتروني حق زوجته، اخطأ في كتابة حرف في العنوان، واكيد انها بتوصل حق شخص ثاني. تصادف ان اللي وصل له الايميل واحدة ارملة وزوجها متوفي، وتوها راجعة من دفن زوجها اللي توفى بنفس اليوم. الارملة المسكينة فتحت كمبيوترها عشان تقرأ الايميلات التعازي، والمسكينة طاحت على الارض مغمى عليها بلحظة دخول ولدها اللي حاول انه يسعفها بكل الطرق وما قدر. طاحت عين الولد على كمبيوتر امه وقرأ الرسالة التالية: زوجتي العزيزة، وصلت بخير، ويمكن تتفاجئين لأنك تعرفين أخباري عن طريق الإنترنت، لأن الحين صار في كمبيوتر عندهم ويقدر واحد يرسل أخباره لهلا وأحبابه يوم بيوم. وأنا صار لي ساعة واصل وتأكدت أنهم جهزوا المكان وكل شيء، وما بقى غير وصولك عندي هاليومين فاشتقت لك حيل ومشتاق أشوفك، وأتمنى تكون رحلة سريعة مثل رحلتي. ملاحظة: مو ضروري تجيبين ملابس ثقيلة معاك لأن هناك جهنم جوهم حارة.